الوظيفة التانية بتاعت الراجل المتخصص في التسويق، احنا قلنا في الأول إن هو وظيفته إن هو يلاقي احتياج معين بتلبيته يقدر يحقق ربح. طيب، تاني حاجة بقى، الراجل بتاع التسويق لقى الاحتياج ده، طيب عايز يبدأ يشتغل عليه، محتاج يكون عنده معلومات موثوق فيها يقدر ياخد عليها قرارات. الراجل عموما اللي شغال في التسويق هو شخص باحث، شخص دايما بيدور على المعلومة دي هيجيبها منين؟ هيجيبها من الماركت ريسيرش، البحث التسويقي. الأبحاث التسويقية دي هي الأداة التي لا تفارق متخصص التسويق دايما. ليه؟ لأن هو محتاج، احنا قلنا ان هو بيدور على احتياج عشان يلبيه، فهو عشان يتأكد من الاحتياج محتاج يعمل بحث تسويقي. طيب اتأكد من الاحتياج، عشان يعرف الاحتياج ده يقدر يلبيه ازاي محتاج بحث تسويقي. افضل طريقة لتلبية الاحتياج محتاجة بحث تسويقي. طيب حاول يلبي الاحتياج ده عشان يعرف رأي الناس في المنتج اللي هو نزله كتلبية للاحتياج، محتاج بحث تسويقي. فالأبحاث التسويقية هي يعني زي ما قلنا كده الأداة المصاحبة دايما لمتخصص التسويق، لا غنى عنها. وهي بالتأكيد من أهم الأدوار اللي لازم المسوق في أي شركة يكون بيعملها، عشان لما يجي ياخد قرار ويقول والله أنا هنزل منتج بالشكل الفلاني، أو هسحب منتج من السوق أنا كنت منزله قبل كده، أو هحط تسعير معين للمنتج يساوي كذا، كل ده بيجيبه بناء على الأبحاث اللي هو بيعملها من دراسته للسوق. عشان كده الموضوع ده في غاية الأهمية.